السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصابون البلدي يا جماعة مكوناته كلها قدامنا اهي. الزيت اللي انا محوشاه اهو، زيت المستعمل، دول حوالي نص لتر او ازيد حاجة بسيطة. ودي ازازة كاملة لسه جديدة ما استعملتهاش، زيت جديد متبرشم لسه. وكيس برسيل جل من بتاع الغسيل، وصودا، الصودا دي ربع كيلو، وعصير 5 ليمونات، وشوية بريل من بتاع المواعين، وازازة جليسرين صغيرة. مش هحطها كلها، انا هاخد نصها بس. وادي نص كوباية خل، ومعلقة كبيرة ملح طعام. الليمون بقى اللي انا عصرته، خدت القشر بتاعه وغليته في حوالي نص لتر مية، واستنيت لما برد، المية بردت يعني علشان ابتدي استخدمه. وده باسكت او جردل بلاستيك اهو، وعصاية مقشة خشب او معلقة خشب لو عندك عشان نخلط بيها المكونات. هاخد المية اللي انا غليت فيها الليمون كده، هصفيها في الباسكت بتاعي، وافضي عليها الصودا دي ربع كيلو. واقلب بقى بالعصاية الخشب واحدة واحدة كده. ادي الملح والبريل، واقلب. طبعا البطل في الوصفة بتاعتنا دي هو التقليب، هتقلبي كتير جدا، ما تتضايقيش يعني، وحاولي تتحملي شوية. احط بقى الزيت. طبعا الزيت اللي انا محوشاه المستخدم كانوا شوية صغيرة، عشان كده انا اخدت ازازة من الزيت اللي لسه نضيف ما استعملش. فضيته كده برضو على الصودا وعلى المكونات بتاعتي، وفضيت الزيت التاني المستخدم بالشكل ده. واقلب بقى كل المكونات بتاعتي، واحط باقي الحاجات. ادي عصير الليمون والخل، طبعا حطيت نص ازازة الجليسرين، وادي البرسيل جل هفضيه. طبعا البرسيل جل والبريلا انا حطيتهم عشان يزودوا معايا الرغوة في الصابون، وكمان البرسيل جل ده ريحته حلوة قوي عشان يديني ريحة حلوة للصابونة مع الليمون اللي انا حطاه. هقلب بقى كتير عشان لحد لما يديني القوام المطلوب. طبعا المفروض ان انا كل لما بقلب، كل لما المواد بتختلط ببعضها، والصودا بتبقى مسخنة المكونات. انا بعمله على البارد، بس الصودا بتسخن الحاجات اللي معاها وبيتقلوا شوية. المفروض كل ما انا اقلب كل ما يتقل معايا. انا محضرة صينية قديمة مش بستخدمها، وحط لها كده مشمع عشان اصب عليه المكونات بتاعت خليط الصابون بتاعي. كفاية كده تقليب اهو، تقل معايا شوية. هبتدي بقى افضيه في الصينية. طبعا دول شوية صغيرة، يعني حوالي لتر ونص زيت، فانا فضيتهم في صينية. انت لو عاملة طبعا كمية اكتر هتفضيهم في صينيتين او 3 على حسب ما انت عاملة كمية الزيت، كمية الصابون يعني، وعلى حسب حجم الصابونة اللي انت عايزاها، تخينة او متوسطة. المفروض بقى دلوقتي ان انا احطه في مكان جيد التهوية عشان ينشف. فانا كنت بدخله في البلكونة بالليل، وقبل ما الشمس تطلع بالنهار اروح مدخلاه تاني في المطبخ، واشغله الشفاط والمروحة عشان ينشف. خلاص طبعا قعد معايا، سبته 3 ايام، وبعدين دخلته من البلكونة علشان اقطعه. زي ما انت شايفة كده كان ناشف معايا، وقطعته بالسكينة، اتقطع بسهولة جدا زي ما انت شايفة كده السكينة ماشية فيه ازاي اهو. قطعته كده الحجم بتاع الصابونة اللي انا عايزاه، بالطول كده وبالعرض. قطعته خرط كده، وكان بيتقطع معايا بسهولة. طبعا انا كنت مبسوطة لحد كده، انا كنت مبسوطة، كنت فاكرة ان نجح معايا، طلع معايا الصابون ناجح. كده قطعته، وبعدين جبت بقى غطا برطمان بلاستيك عمل شكل وردة اهو، علشان ادي شكل للصابونة بتاعتي ما تبقاش سادة كده قرعة. وحاولت اديها شكل، ما اديتش معايا اي حاجة. فقلقت، جبت بقى شيالة عشان ارفع بيها خرطة الصابون اشوف ايه الموضوع، وكانت الصدمة.
الصابون نشف من فوق بس عامل قشرة كده، لكن من تحت طري خالص كأني زي صينية البطاطا بالظبط. طبعا اتضايقت وقلت لازم اتصرف لان صعب عليا ان انا ارميه. فاللي حصل ان انا عبيته زي ما انت شايفه كده، عبيته في ازازتين من بتوع الميه اللي هي النص لتر، مالوا معايا ازازتين كاملين، والباقي عبيته كده في علبه بالمعلقه زي ما انت شايفه كده. بقيت اجمعه بالمعلقه واحطه في العلبه. وادي النتيجه الصينيه اللي انا عملتها، وكان في صينيه تانية انا عاملاها اهي، جمعت منها الصابون كده بالمعلقه وحطيته في العلبه. وبقى ايه، قلت بقى زي ايه، كان في نوع اسمه سان لايت صابون بيعمل صابون غسيل كده للمواعين وايه، وعامل علب معجون برضه. فانا قلت والله لا استخدمه كده اهو، حطيته على الحوض وبقيت استخدمه كده لان حرام ارميه. شايفه الرغوه بتاعته جميله ازاي. وغسلت بيه بقى كل المواعين بتاعتي. الكوبايات طلعها لي كريستال، ده النور كده بتبرق والله العظيم زي الفل. هتشوفيها دلوقتي الكوبايه، والحلل طلعت معايا فضه كانها فضه والله العظيم. الحلل الالومنيوم نفت وطلعت معايا بتبرق كانها فضه. بصوا الكوبايه كريستال، ورغوته اديكي شايفاها، ولا بينشف الايد بقى ولا اي حاجه. الجليسرين اللي احنا حاطينه فيه جميل جدا. شايفه الرغوه والاطباق خليها لي. بصوا هتشوفوا دلوقتي بيضيق الطبق من النظافه. طبعا الفكره دي الحمد لله ان انا ما رميتوش، ولما لقيته حلو كده قلت لازم اقول لكم على الفكره دي، عشان كل اللي يبوظ منها الصابون او ما يظبطش معاها الصابون البلدي زي كده تروح عامله الفكره دي وتستخدمه وتبقى تثبت. سمع صوت النظافه، مفيش احلى من كده. دي كانت فكره.